السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الغريبة تحفة وسهلة جدا. تعالوا اقول لكم على المقادير. انا جبت دي كوبايتين من السمن. بصوا شايفين يعني هي ساعة بس يعني بتحطي ايديك بتطبع فيها. ودي كوباية سكر بودرة، ودي 4 كوبايات من الدقيق. حطهم كلهم مع بعض في العجان، كله على بعض عادي يعني سهل. هي بتتعمل كلها مع بعض يعني. شايفين السمنة يعني هي سقعتها شوية، عيرتها بالكوباية وسقعتها، وبعد كده طلعتها قبل ما اعملها بحاجة بسيطة من التلاجة. كوباية سكر بودرة والدقيق وعليه ذرة الملح البسيطة. وده بالكف بتاع العجان هبتدي كلهم اقلبهم مع بعض لحد ما يمتزجوا. هتبقى زي حبيبات الرملة في الاول، وبعد كده هبتدي اقلب فيهم لحد ما يمتزجوا خالص. وما عندكيش عجان ولا اي حاجة، عادي بتتعمل سهلة بايدك. في الاول هتبان كأنها حبيبة رمل، وبعد كده هتمتزج السمنة مع السكر مع الدقيق. انا بقلب شوية وبعد كده بهدي شوية واعمل بالسباتيولا عشان اجيب اقلب السمن مع الدقيق كده لحد ما يمتزجوا. اطلع من تحت لفوق عشان كله يكون ممتزج مع بعض. ده بمضرب البيض، لا أي ممكن تعمليه بالمضرب اليدوي عادي او مضرب الكهرباء. شايفين بعد ما يعني ضربتها حبة حلوين لحد ما امتزجت مع بعض. هختبرها الاول واشوفها ان كانت بتشقق ولا لا. هي ما بتشققش. ده مقدار نص كيلو يعني من الدقيق. الغريبة كل ما بتريحيها شوية في التلاجة بتبقى طعمها حلو جدا وناعمة. يعني ممكن تريحيها ساعة ساعتين، او تريحيها يعني انا خليتها يوم كامل في التلاجة. واول ما هتهدى شوية هتفكيها عادي، هتديها ضربة بالعجان او يعني هتهدى شوية وتديها ضربة بالمضرب السلك او مضرب الكهرباء وهتبقى حلوة وتبقى ناعمة جدا. بص انا جبت الميزان ووزنت 10 جرام الواحدة. ما تعمليهاش اكبر من كده، اعمليها حاولي تعمليها صغير. ما عندكيش حتى الميزان اعمليها صغير عشان هي هتفرش معاكي شوية. فلما تعمليها صغيرة هيبقى حجمها حلو. وده لولي، ده فول سوداني وكسرت فول سوداني، وده عين جمل. يعني المكسرات اللي عندك ممكن الخرز ده بتاع الغريبة تعمليه، تجيبيه من عند اي عطار وتحطيه فيها، او عندك فول سوداني المتوفر عندك حطيه. بصوا عملتها صغيرة جدا. زي ما قلت لكم وزنها 10 جرام. لو ما عندكيش ميزان اعمليها حجمها صغير عشان هتفرش معاكي شوية. هي مش هتفرق قوي بس يعني هيبقى حجمها حلو لما تعمليها في وزن 10 جرام او صغيرة جدا لو ما عندكيش ميزان. هعمل الكمية كلها بنفس الطريقة وبعد كده هوجيلكم يعني. شايفين بقى عملت الكمية كلها بنفس الطريقة. ما شاء الله عملت كمية حلوة جدا. بتسيبي مسافة بسيطة جدا. والتسوية طبعا بنسوي على درجة حرارة 150. ده على فرن بوتاجاز على الرف الوسطاني. مش بتاخد لون، بنشغل من تحت بس. هي بتاخد بالظبط 13 دقيقة تسوية، مش بتاخد لون من تحت يا جماعة. هي بصي شايفين ما شاء الله بعد ما استوت مش هنحركها خالص من الصينية لحد ما تهدى خالص. ما تمسكيش ولا واحدة فيها.
بس انتي اظبطيها على الموبايل 13 دقيقة بس، وهتطلعيها من الفرن تهدى خالص، متقربيش عليها. وتاني يوم بقى لو عملتيها بالليل، تاني يوم اللي تحركيها من الصينية اهي بقى ما شاء الله. شايفين يعني، شايفين شفتها ما بتاخد لون خالص من تحت، ولا تشغل عليها الشوايه دي، ما بتشغلش عليها الشوايه. زي ما قلت لكم 13 دقيقة وتطلعوها. اول ما هتلقوها سخنة جدا وهتلقوها هشة جدا ويعني لو حطيتوا اصبعكم بتطبق، بس طلعوها من الفرن. هي اول ما تهدى هيكون خلاص مسكت كده في بعض وهيبقى استوت. شايفين بقى تحفة جدا وسهلة. الكمية دي كلها هبتدي بقى اخزنها. جبت علبة اي علب تخزين عندك، هبتدي احط اكياس، كيس تلاجة، هبتدي ارصهم كده جنب بعض، واحط بقى كيس تلاجة بين كل صف والتاني. هبتدي ارصهم كده لحد ما اخلص اول صف، وبعد كده احط كيس تلاجة عليهم على الصف التاني. شايفين ناعمة جدا وتحفة وهشة جدا يا جماعة، جربوها تعجبكم جدا. مقدار نص كيلو حد ما بقى يعني عاوز يعمل كمية قليلة. اهي شايفين. هحط بقى الكيس وهبتدي احط بقى على الصف التاني نفس الوضع. هي اسهل حاجة موضوع كيس التلاجة ده، هو اللي هيظبط مش هيخلي حتى الغريبة تطبع على بعض. اهو بعد ما خلصت الكمية كلها، هحط بقى الكيس وهقفل عليها علبة اللي هو الغطا محكم الغلق، وخلاص على كده هبتدي احفظها. يا رب يكون الفيديو عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.